السلام عليكم ورحمة الله متابعينا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نحضر معاكم وصفة من وصفات تعتبر وصفة باردة من الوصفات الصيفية اللي تبرد القلب بالصيف. طبعا هي طبق الكاستر. طبعا وصفة كثير سهلة وبسيطة. مثل ما تلاحظون هون عندنا هذا الكاستر أنا استعمله موجود بكل الأسواق العراقية. نحتاج إلى كاستر وحليب باودر وشكر ومي. ممكن تعملوها بالحليب العادي السائل ما إلا باودر. أول شي نضيف الكاستر، نضيف الكاستر ونضيف عليه الحليب الباودر، نخلطهم يتجانسون مع بعض. ومن بعدها نخلطهم ونضيف عليهم المي. إذا أول مرة تشاهدون القناة يا ريت تشتركون بالقناة وتخلونا لايكات وتعليقاتكم الحلوة. اكتبوا لنا من أي بلد تتابعونا واعطونا رأيكم بالوصفات اللي تجربوها، هذا الشيء يساعدنا كثير. طبعا نخلي هاي المكونات كلها على نار متوسطة. من يبدي يغلي الكاستر نضيف عليه الشكر لا تضيفونه بالبداية، بالنهاية أحسن أفضل يعني. طبعا يغلي عندنا الكاستر لا تخلونه يصير ثخين. من تعملون هاي الحركة بالمعلقة ويكون بهذا الشكل معناته الكاستر صار جهز يعني عندنا. خلي الكاستر يكون شوية خفيف لأنه النشا من يبرد راح يثخن، ومن نحطه بالثلاجة راح يبرد أكثر. طبعا أنا من بداية الفيديو من شلت الكاستر وشوفتكم هو ما كان يعني كان حطيتونه بالثلاجة. طبعا نزين الكاستر بمبروش جوز الهند كثير يرهم مع الكاستر. طبعا طبق مطلوب بأيام الصيف يبرد على القلب. إن شاء الله تعجبكم وصفاتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم القناة. إن شاء الله ألف صحة وعافية على قلبكم. وهذا طبق الكاستر صار عندنا جاهز. يفضل إنه تبقونه بالثلاجة مدة ساعة أو ساعتين، ويفضل إنه ينكل بنفس اليوم لأن النشا من يبقى يجمد زايد ويصير طعمه ما طيب. فاعملوا على قدر يوم واحد، وكل يوم بيومه جديد يكون أطيب.